طلاب اولى اعدادي، ايه الاخبار؟ مستر احمد عادل معاكم، وجينا النهارده في فيديو مهم جدا. هنعمل ايه النهارده يا مستر؟ جينا في فيديو ملخص لقصه ذا جولدن جوز اللي عندك، اللي هي الوزه الذهبيه. هحاول كده على قد ما اقدر الخص لك الست شباتر بتوع القصه معانا هنا على السبوره. ركز كده معايا، وباذن الله تطلع من الفيديو ده فاهم القصه وفاهم الاحداث بتاعتها، عشان هي كده كده هتجيلك فين؟ في الامتحان. جاهز؟ يلا بينا. اول حاجه عندنا ان القصه اصلا اسمها ايه؟ اسمها ذا جولدن جوز، ودي بالعربي اسمها ايه يا مستر؟ اسمها الوزه الذهبيه. طيب بتبدا القصه بايه يا مستر؟ بتبدا القصه براجل اب عنده كام ولد؟ عنده 3 ولاد. يبقى ممكن هنا اكتب لك ذا فاذر اللي هو الاب، واعمل لك كده دايره، واقول لك ان هو كان عنده كام ولد. ادي واحد الاكبر طبعا، وعنده الوسطاني تاني، وعنده التالت اللي هو الصغير. يبقى عنده ابن واتنين وتلاتة. طيب الراجل ده كان ايه يا مستر؟ الراجل ده كان بور. يعني ايه بور؟ كان فقير. طيب وكان عايز يعمل ايه تاني؟ طلب من ال3 ولاد اللي عنده دول، الكبير والوسطاني والصغير، ان هم يروحوا فين؟ يروحوا الفورست، الغابة. طب يا مستر هيروحوا الغابة ليه؟ علشان يعملوا ايه؟ علشان to cut wood، علشان يجيبوا خشب من هناك او حطب. طيب هما 3 صح كده؟ صح يا مستر. طيب واحد كبير وواحد صغير وواحد وسطاني. يبقى اجي هنا اكتب لك، اقول لك the او the eldest son. eldest يعني الايه؟ الاكبر. هنا the middle son اللي هو الوسطاني. واخر واحد اللي هو المين؟ the youngest son اللي هو الايه؟ الاصغر. طبيعي كده، او زي ما الاصول بتقول، يعني مين اول واحد المفروض يروح الفورست الغابه يجيب الوود او الخشب او الحطب؟ اكيد الكبير. يبقى الكبير ده اول واحد راح الايه؟ راح الفورست. طيب يبقى هو ايه؟ the first to go to forest او to the forest. طيب قبل بقى ما اقول لك ايه اللي حصل معاه في الغابه، عايز اكتب لك او اقول لك الايه؟ الصفات بتاعته. كان ايه الولد الكبير ده؟ كان كويس مش كويس او كده؟ كانت من صفات الابن الاكبر ده ان هو سيلفش. يعني ايه سيلفش؟ كان اناني. طب وايه تاني يا مستر؟ كان براود، كان فخور كده ومغرور. يبقى من صفات الشخص اللي هو الكبير او الابن الاكبر ان هو كان سيلفش وبراود، مغرور واناني. طيب وكان ايه تاني يا مستر؟ unkind، ما كانش ايه؟ ما كانش عطوف ولا كان ايه؟ محترم. المهم بدأ ان هو ياخد بقى معاه الاكس بتاعته. يعني ايه الاكس؟ يعني ياخد الفأس بتاعته، وراح الايه؟ راح الفورست عشان يجيب الوود اللي ابوه طلبه منه. وهو هناك قابل راجل اولد مان، راجل عجوز. فوهو شغال كده قابل الراجل ده. الراجل ده كان محتاج حاجتين. he wanted 2 things. ايه هما؟ food اكل، ووتر. كان طلب منه الاكل والايه؟ والميه. طيب هل هو اداله اكل وميه؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ he ده عايده على مين؟ على الولد الكبير. refused to give him anything. مرضاش ان هو يديله ايه؟ اي حاجه. طيب وبعد كده وهو شغال بقى ايه اللي حصل؟ وهو شغال في الشجر علشان يجيب الود او الحطب، وهو شغال بالاكس بتاعه، his axe slipped. يعني ايه slipped يا مستر؟ يعني انزلق، اتزحلق منه كده. وايه اللي حصل؟ and he hurt himself، وايه؟ وجرح نفسه. طبعا رجع البيت كان غضبان جدا. ممكن يجي لك سؤال يقول لك رجع البيت كان ايه او ايه كانت حالته؟ tired and angry. يعني ايه tired and angry؟ كان غضبان جدا وكان tired، كان تعبان. طب هل رجع معاه خشب كتير او رجع معاه كميه كويسه؟ لا لا خالص، رجع بدون اي ايه؟ بدون اي خشب، او رجع معهوش خشب خالص. طيب نيجي بقى للابن الوسطاني ده، كانت ايه صفاته؟ جه الدور عليه بقى. يبقى هو اول واحد يروح الالدست اللي هو الاكبر، الابن الاكبر. الابن الوسطاني جه عليه الدور فعلا، وبدأ ان هو يروح الفورست او يروح الغابة. برضه خد الاكس بتاعته وبدأ يروح الغابة،
ويجيب الايه الوود او الخشب اللي باباهم طلبوا منه. طيب ايه صفات بقى الولد ده؟ كان سمارت، كان ذكي. طيب وايه تاني يا مستر؟ كان ذكي. طيب تاني حاجه كان ايه بقى؟ بس كان unkind، ما كانش ايه، ما كانش عطوف خالص وما كانش مؤدب. طيب ايه اللي حصل برضو؟ خد الاكس بتاعته وبدا ان هو يروح الايه، بدا ان هو يروح الفورست، وهو شغال بالفاسه علشان يجيب الخشب اللي باباه طلبه منه. قابل الاولد مان ده برضو، الراجل ده قابله قال له انا عايز حاجتين، فود اند ووتر. فهل هو اداله ولا لا؟ لا برضو ما ادالوش. he refused to give him anything، برضو رفض ان هو يديله اي حاجة. طيب وايه تاني يا مستر؟ he laughed at him، يعني الابن الوسطاني ده عمل ايه في الراجل الكبير؟ مش بس رفض ان هو يديله اي حاجة، ده كمان ايه، ضحك عليه. he laughed at him، يعني فضل يضحك عليه وفضل يتريق ايه، يتريق عليه. طيب هل ده برضو رجع معاه او نجح في المهمة بتاعته ورجع معاه خشب او كده؟ لا برضو. ايه اللي حصل بقى معاه؟ his axe broke، الاكس او الفاسة بتاعته اتكسرت، and returned home with nothing، يعني رجع البيت معهوش اي حاجة، لا جاب خشب ولا اي حاجة. طيب جه الدور على مين بقى؟ الابن الاصغر، اصغر واحد فيهم، اللي هو مين؟ ذا يانجست سون، وده كان اسمه داملينج. كلمة داملينج دي تدل على او معناها ايه اصلا؟ يعني الاحمق او الغبي. اتفقنا؟ طيب ده كان من صفاته ايه بقى؟ ده كان احسن واحد فيهم. ده كان كايند، كان مهذب، كان مهذب ومحترم. وايه تاني؟ always laugh، يعني كان دايما بيضحك. وهي هاز ا كايند هارت، يعني كان عنده قلب ايه؟ قلب ابيض كده زي ما بنقول، او كان ايه؟ كان طيب جدا يعني. فاليانج سان ده بدا برضو ان هو ياخد داملينج ده، بدا ان هو ياخد الفاسه معاه وبدا ان هو يروح الايه الغابه. جه الدور عليه بقى، هو اخر واحد واصغر واحد، فهو الاخير ان هو يروح الايه الغابه. طيب فبدا ان هو ياخد الاكس بتاعته ويروح الغابه. طبعا الابن الكبير والابن الوسطاني شايفين ان هو ولد صغير مش هيعرف يعمل اي حاجه. اذا كان انا الكبير ما عرفتش اعمل حاجه، اذا كان انا الوسطاني ما عرفتش اعمل حاجه، هل داملينج اللي هو الاحمق والغبي ده هو اللي هيعرف يعمل حاجه؟ فكانوا بيقولوا لباباهم ان هو ما يروحش، ولكن داملينج صمم ان هو ياخد الاكس او الفاس بتاعته علشان يروح الايه، علشان يروح الغابه. طيب برضه راح الغابه وبدا ان هو ايه، بدا ان هو يشتغل علشان يجيب علشان يجيب الايه الوود او الحطب اللي باباه عايزه. طيب فبدا يشتغل، وهو شغال لقى مين؟ لقى الاولد مان. طبعا الاولد مان ده كان عايز ايه؟ زي ما قلنا كان عايز حاجتين، فود اند ووتر، كان عايز اكل وايه وميه. طب هل داملينج بقى اداله اكل وميه ولا لا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. داملينج اداله الاكل بكل ايه، بكل صدر رحب كده، يعني حتى مش بيديله الحاجه وهو متضايق، لا. داملينج shared، يعني شارك معاه، بريد العيش and water والميه. بص بقى الكلمه دي gladly، يعني ايه gladly يا مستر؟ gladly يعني بكل رحب وسعه، يعني قلبه كده كان ايه، كان مبسوط وهو بيديله الحاجات دي. تمام؟ طيب علشان بقى الراجل شاف ان داملينج ساعده، فالراجل ده عايز يكافئه. فكافئه ازاي؟ he guided him to a special tree، يعني شاور له كده او وجهه على شجره ايه، شجره كده مميزه، اول لما يروح هناك هيقدر يجيب الخشب والحاجات اللي هو محتاجها. طيب داملينج طبعا خد الفاس بتاعته وبدا ان هو يروح للشجره دي. اول لما راح للشجره دي لقى جولدن جوز، اتفاجئ طبعا، لقى وزه ايه، وزه ذهبيه. اول لما شاف الوزه الذهبيه دي قام بالراحه كده جنتلي بدا ان هو ايه، بيك ات اب، يعني بدا ان هو ايه يلتقطها وبدا ان هو ياخدها معاه. طبعا بعد كده ايه اللي حصل في الشباتر اللي بعد كده؟ داملينج خد الوزه دي اللي هي الذهبيه وراح بيها ايه، he went او he stayed، يعني اقام
at a small hotel. قعد في اوتيل او فندق ايه صغير. يبقى لما يجي لك سؤال ترو فولس يقول لك داملينج والوزه بتاعته قعدوا في بيج هوتيل، صح ولا غلط؟ هتقول لي غلط لانه قعد في ايه في اوتيل صغير. طيب ايه تاني؟ الفندق ده الشخص او الاونر او المالك بتاعه، الشخص اللي يملك الفندق ده كان ايه؟ كان جريدي. يعني ايه كان جريدي؟ كان طماع. وكان عنده ايه الشخص ده؟ he has 3 children. كان عنده كام ابن؟ كان عنده 3 ولاد برضه. طيب طبعا اول لما داملينج دخل بالجولدن جوز اللي هي الوزه الذهبيه دي والفيذرز بتاعتها او الريش بتاعها كان جولدن، كان من الذهب، مين طبعا طمع في الحاجات دي؟ الراجل وولاده ال3. فبدأ ولاده ال3 او ال3 children دول they tried، هم حاولوا to steal a golden feather. حاولوا ان هم ايه؟ حاولوا ان هم يسرقوا فيذر اللي اسمه ايه الفيذر ده؟ اللي هو الريشه. حاولوا يسرقوا ريشه ذهبيه. طبعا الريشه الذهبيه دي هتجيب لهم فلوس كتير لانها من الذهب. فحاولوا ان هم يسرقوا الريشه الذهبيه دي. اول لما جم يسرقوا او يلمسوا الوزه they stuck. يعني ايه زي stuck؟ لزقوا يا مستر. يعني الابن الاول هو الكبير حاول ان هو يجيب منها ريشه، لزق. اخوه الوسطاني حاول ان هو يجيب منها، قام لزق هو كمان. التالت نفس الكلام. طبعا كل ده داملينج مش واخد ايه؟ مش واخد باله. فداملينج صحي الصبح، خد الوزه تحت دراعه كده وبدا ان هو يتمشى. طبعا مين لازق وراه؟ ال3 ولاد بتوع اللي هم مين؟ ابناء صاحب الايه؟ صاحب الفندق. فداملينج كان ماشي معاه الوزه تحت دراعه وال3 ولاد ايه؟ ماشيين وراه، مش عارفين طبعا يشيلوا الايه؟ يشيلوا ايديهم لان ايديهم لازقه. طيب وهم ماشيين كده عملوا حاجه اسمها بريد. يعني ايه بريد يا مستر؟ بريد ده اللي هو الموكب. كانوا ماشيين كده وعاملين موكب، داملينج في الاول ووراه ال3 ولاد. قابلهم 3 اشخاص. اول حاجه سكول ماستر، تاني شخص افارمر، واخر شخص قابلهم سوليجر. طبعا سكول ماستر يعني مدير مدرسه او ناظر مدرسه، افارمر مزارع او فلاح، وسوليجر جندي في الجيش. طبعا الولاد ماشيين ورايا يا عيني عايزين ايه؟ يشيلوا ايديهم، مش عارفين، عمالين يعيطوا. they are crying او they were crying، كانوا بيعيطوا. فالسكول ماستر ده كان عمال يضحك والناس كلها اللي شايفه المنظر او الموقف ده عمالين يضحكوا اصلا. فحاول ان هو يساعدهم، قام لزق هو كمان. طب الفارمر شافهم المزارع حاول برضو يساعدهم، ما الولاد عمالين يعيطوا، برضو هو كمان ستك يعني لزق. السوليجر نفس الكلام، حاول برضو يساعدهم فلزق. فداملينج اهو وراه الولاد، وراه السكول ماستر، وراه الفارمر، وراه السوليجر. فعملوا ايه؟ عملوا بريد. يعني ايه بريد؟ عملوا موكب. فطول ما هم ماشيين بالموكب ده ايه اللي حصل؟ The villagers اللي هم السكان بتوع القرية، هم ماشيين في القرية، فالسكان بتوع القرية عملوا ايه؟ The villagers laughed. يعني ايه laughed؟ يعني ضحكوا. And pointed at them أو at the parade. يعني طول ما هم ماشيين الناس اللي عايشين في القرية عمالين يشاوروا عليهم وعمالين ايه؟ يضحكوا على المشهد او الايه؟ او الموقف اللي هم فيه ده، او البريد او الموكب اللي هم ماشيين بيه ده. طبعا داملينج كل ده مش عارف ازاي، يعني كل ده داملينج هو مش واخد باله. فهم ماشيين، فطول ما هم ماشيين وصلوا عند الايه؟ وصلوا عند الكينجدم، المملكة. فاكتب لك هنا فوق الكينجدم. كينجدم دي المملكة. المملكة كان فيها ايه يا مستر؟ كان فيها ايه؟ بالاس. يعني ايه بالاس؟ يعني قصر، القصر الملكي. القصر الملكي ده كان فيه مين يا مستر؟ كان فيه كينج، كان فيه ملك. طيب الملك ده كان عنده برنسس، كان عنده بنت أميرة. فبيقول لك بقى ان البرنسس دي she never laughed. يعني عمرها ما ايه؟ عمرها ما ضحكت قبل كده. فالكينج ده
شايف ان بنته عمرها ما ضحكت وكئيبه كده ما بتضحكش خالص، فعمل عرض للمملكه كلها. ايه هو؟ ان اي حد يضحك او يخلي بنته اللي هي الاميره تضحك هيجوزها له على طول. طبعا كتير جدا من الكينجدوم او المملكه دي، طبعا ان انت تتجوز برنسس اميره بنت الملك وتخليها تضحك، انت اكيد هتبقى برنس امير والحظ هيلعب معاك يعني زي ما بيقولوا. فكذا حد من المملكه many of people tried to make the princess laugh. كانوا بيحاولوا يخلوا البرنسس تضحك، بس ما فيش ولا واحد ولا واحد عرف يخليها تضحك. طيب فالبريد طبعا بتاعنا ده اللي هو الموكب ماشيين زي ما هم، داملينج في الاول ووراه بقى السكول ماستر والولاد والجولدن جوز وبتاع. فالبرنسس دي شافتهم، she saw داملينج، شافت داملينج from the window، شافته من من الويندو، من الشباك بتاع بتاع القصر. فاول لما بصت وشافت داملينج بالموكب اللي وراه ده، بيقولوا كده ماتت من الضحك، she loved a lot، يعني ضحكت كتير جدا. طبعا الملك اتفاجئ ان يبقى في شخص او في حاجه تخلي بنته تضحك، ده بقالها سنين ما ضحكتش خالص، وقلبها عمره ما شاف ما شاف الهابينس، الفرحه. طبعا الملك كان قد كلمته. يعني كان قد كلمته؟ كان قد البروميس بتاعه. فالملك اللي هو الكينج طلب من مين؟ طلب من داملينج ان هو يتجوز بنته. بس برضو قبل ما يتجوزها اداله شويه تاسكس. يعني ايه تاسكس؟ مهمات او تحديات كده لازم داملينج ان هو يعملها. طيب هل داملينج عملها علشان يتجوز البرنسس الاميره؟ يبقى اجي هنا اقول لك ان داملينج passed، يعني عدى التاسكس او did the tasks wisely. يعني ايه wisely؟ يعني عمل كل اللي الملك طالبه منه او التحديات اللي الملك اداها له دي علشان يتجوز بنته، عملها وايزلي، عملها بحكمه ونجح فيها فعلا. طب وايه اللي حصل بقى في الاخر؟ في الاخر داملينج طبعا علشان الملك قال كلمته وقال الوعد بتاعه، وداملينج كان قد الكلام وقد التشالنج بتاعه، ففعلا داملينج في الاخر داملينج في الاخر married the princess. في الاخر داملينج اتجوز اتجوز الاميره دي. طيب وبقى بقى؟ زمان كانوا بيقولوا عليه فولش، بيقولوا عليه احمق وهيروح الغابه مش هيعرف يعمل حاجه ولا هيجيب وود ولا هيجيب خشب، واصلا كانوا مسمينه داملينج. داملينج معناه اصلا الغبي او الاحمق. فداملينج اتجوز الاميره، وداملينج دلوقتي بقى بقى؟ داملينج became، اصبح a gentle and wise prince. بقى برنس، بقى امير، بقى امير جنتل لطيف، ووايز بقى حكيم. loved by everyone. يعني ايه loved by everyone؟ يعني كل الناس او محبوب بواسطة كل الناس. دي النهاية بتاعت القصة. داملينج اتجوز البرنسس الاميرة بعد ما عمل المهام بتاعته وبعد ما هي ضحكت، والملك كان قد البروميس بتاعه، وفعلا داملينج اتجوز البرنسز وبقى برنس او اجنتل اند وايز برنس. طب هل بقى تخلى عن الجوز او تخلى عن الجولدن جوز اللي هي الوزة الذهبية؟ لا، قال لك بقى في اخر القصة the golden goose remained. لا مش كده، دي كده جودز. ايوه جوز remained يعني بقيت with داملينج، يعني فضلت مع مين؟ فضلت مع داملينج والبرنسس اللي هي المين؟ الأميرة. كده القصة خلصت. ما تجيش بقى تقولي تسألني ده طب بابا فين؟ طب اخواته فين؟ أنا معرفش، أنا لو أعرف كنت قلت لك. هي القصة كده تمام؟ حاولت على قد ما أقدر في الفيديو السريع ده إن أنا ألخص لك ال6 شابترز بتوع القصة. دي أهم الأحداث، ودي إن شاء الله الأحداث دي هي اللي هتجيلك في الأسئلة بإذن الله، ترو فولس وأسئلة مقالي. بالتوفيق لكم يا شباب، واستنونا ان شاء الله في تلخيص قصة تانية اعدادي ان شاء الله. بالتوفيق لكم واشوفكم دايما بخير.